قال ايه؟ بيشربوكوا الكوبايه بره في الكافيهات ب 120 جنيه، وانتوا يا عيني زي الغلابه. 120 جنيه، والسر كله بيبقى في علبه زبادي، هو اللي بيظبط القوام. علبه الزبادي. تعالوا النهارده اقول لكم ويشهد عليا ربنا ان اقول لكم كل اسرار الكوبايه اللي بتشربوها بره وبتدفعوا لها 120 جنيه. النهارده العبده لله هتقول لكم سرها. اذكروا الله وصلوا على الرسول. اول حاجه هنعمل النهارده عصير مانجا. عارفين عصير المانجا بتاع الكافيهات اللي بيبقى تقيل ده؟ وفي حاجه كده غريبه، حاجه كده مدياله غناوه، محناش عارفين هي جايه من ايه ولا منين. في سر علبه الزبادي الغلبانه ام 6 جنيه دي اللي بتروحوا تدفعوا لها الشيء الفلاني بره. تعالوا الاول اقول لكم على حاجه. طبعا انا بتكلم على عصير الكافيهات. عصير اللي بيشربوه عند بتوع العصير ده اصلا ما بيبقاش مانجا، ده بيبقى 3/4 قرع عسل. تمام. بصوا ده مانجا، دي حوالي مانجايتين دول يطلعوا حوالي كيلو وربع او كيلو. التفاصيل دي اللي موديانا في داهيه. بصوا الله. عايزه اقول لكم ان انا ممنوعه منعا باتا عن المانجا. انا عندي حصوات كلويه، عندي حصوات على الكلى، وعندي حساسيه صدريه وجلديه. والدكتور يقول لي المانجا، اقول له لا، ما تلعبش في المنطقه الحساسه دي، ما تجيش ما تتكلمش فيها. تمام. هنحط هنا عصير المانجا اهو زي ما انتم شايفين كده. خلوا لي حبه ابقى اكلهم بعدين. بص، هنجيب كوبايه الزبادي نسمي الله كده، هنحط من دي شويه ونخلي نصها للحبه دول. هعملهم عصير مش هاكلهم عشان ممكن ياكلوني. نحط السكر. طبعا ده بيتقدم فريش، يعني مش بيبقى بتوع الكافيهات بتحسوا بغناوته. ليه؟ لان ده بيتقدم فريش. بصوا دي ميه ساقعه مشبره. لازم استخدام الميه الساقعه المشبره للعصير، لان الميه الساقعه المشبره هي اداه ربط العصير. لما بتحطي ميه سخنه بيبقى مي كده وايه ومش حلو. تمام. افصل بس اولع الخلاط عشان ما اعملكوش ازعاج وارجع لكم تاني. ضربت اهو. بصوا انا عايزه بس اوريكم القوام كريمي وزبده. بسم الله، نسمي الله كده واذكروا الله. عايزاكم تشوفوا قوام الزبده. شايفين الكوبايه اللي بتشتروها من بره بالشيء الفلاني؟ شايفين الكوبايه ب 120 جنيه؟ عملتها لكم النهارده بكوبايه زبادي ب 6 جنيه بكل اسرارها. والله الطعم بقى بسم الله. يا وعدي يا وعدي. بصوا قريبه كده اللي انتوا تحسوها زبادو في نفسها دي، حاجه كده تحفه. الله 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 الله. لايك وشير ده للفيديو ده بالله عليك، استحلفتك بالله عشان يوصل لاخواتك. واللي يقول لك شغل الشيف هدير انتهى قولوا له ده عندها. اللي يستنصح عليك قولوا له ده انا متابعه الشيف هدير. بحبكم في الله.